المنتخب المغربي يتعادل أمام منتخب مالي في ثاني مباريات المغرب في هذا الكأس الإفريقية المغرب 2025. مباراة كانت قوية بين المنتخب المغربي ومنتخب مالي. المنتخب المغربي يعني ما قدمش شي أداء كبير في هذه المباراة، يعني ما شفناش الأداء نهائيا من جانب وليد الركراكي اللي ما عرفش كيفاش يسير هذه المباراة، اللي ضيع الفوز يعني بين يديه. حتى اللاعبين يعني ما شفناش ديك الضغط العالي على الخصم، ما شفناش ديك الجرينتا من اللاعبين وروح اللي القتاليه في هذه المباراه. وما شفناش حتى اللاعبين انهم باغيين يفوزوا بهذه المباراه. كانت تغييرات كثيره، خاصه يعني شفنا تغيير ابراهيم دياز اللي كان هو نقطه الضوء في هذه المباراه. وليد الركراكي كان عنده راي اخر اللي خرجوا في هذه المباراه، في حين ان اللاعب الصابري اللي كان يعني نقطه الضعف او الضعيفه في هذه المباراه يعني استمر في اللعب. يعني أداء باهت من لاعبي المنتخب المغربي في هذه المباراة ضد منتخب مالي، اللي عرف كيفاش أنه يسير المباراة واصطاد الهدف التعادل عن طريق ركلة جزاء. الهدف يعني أهداف هذه المباراة جاءوا عن طريق أخطاء المدافعين، يعني ركلة الجزاء، يعني ركلة جزاء المنتخب المغربي اللي سجلها إبراهيم دياز في الشوط الأول. والشوط الثاني يعني كان لمنتخب مالي، يعني شوط المدربين كنقولوا يعني عرف كيفاش يسيروا مدرب منتخب مالي، واصطاد يعني ركلة جزاء منتخب مالي اللي درك من خلالها هدف التعادل من خطأ من المدافع المغربي جواد اليميق. يعني شفنا حتى ان دفاع المنتخب المغربي يعني كان يعني ما كانش ذاك التوازن، ما كانش ذاك التفاهم بين اللاعبين، وما كانش يعني حتى المنتخب المغربي كتشوف فيه انه يعني ما ديك الهيبه ديال المنتخب المغربي يعني ما بقاتش في هذه المباراه. يعني لا شيء، ما شفنا لا شيء، لا اداء، ما شفناش كاع كره القدم. يعني شفنا انه لاعبين انهم كيدوروا كره بيناتهم فقط، يعني ما كانش داك الضغط. ايوب الكعبي مهاجم يعني ما شفناش في هذه المباراه. نصيري يعني ضيع فرصه حقيقيه للتسجيل في الدخول ديالو في الشوط الثاني. يعني امرابط يعني كان الحاضر الغائب في هذه المباراة. يعني لاعبين، مجموعة من اللاعبين اللي ما قدموش أداء كبير، خاصة عز الدين أناحي يعني اللي ما قدمش شيء الكثير في هذه المباراة مالي. ربما أنها يعني صفعة للمنتخب المغربي باش أنها تكون درس مهم في هذه المباراة، باش أنه يسيروا باقي المباريات يعني بحذر وبأريحية وبروح قتالية أكثر على قميص المنتخب المغربي. لأن الهدف هو الكأس الأمم الإفريقية اللي منظم في المغرب، يعني ماشي جاي تشارك أنت في هذه التظاهرة، وإنما جاي تفوز